السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى الفيديو ده المفروض كان ينزل من اول يوم رمضان، بس بصراحة مفيش وقت فاضي خالص في رمضان. فالراعي الرسمي لاول يوم رمضان ايه؟ هو البطاية. اول حاجة هنصلي على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. انا كان معايا بطاية هنا 3 كيلو او 3 كيلو شوية. حضرت كده، نضفتها طبعا من كل حاجة وخليتها بيضة زي الفل. وجبت حلة هنا بقى، حطيت فيها كذا عود من القرنفل كده، وكذا ورقة من اللوري، وحبايتين 3 كوبيبة من الصيني كده. عايزة تستغني عنها براحتك، ممكن تحطي فلفل اسود حب. وحطيت البطاية كده، وحطيت كمان الحوايج بتاعتها. محلول النقع ده هيخلصها من اي زفارة خالص، وكمان هيشد منها اي تجمعات دموية. وحطيت كمان شرايح من الليمون كده، او ممكن تستبدليه ببرتقان عادي. هضيف بقى التوابل. معايا هنا معلقة من الزنجبيل او الجنزبيل على حسب ما بتنطقيه، وكمان ملح وسكر. كتري بقى من الملح والسكر كده، يعني حطي مثلا معلقتين كبار ملح وتلات اربع معالق سكر كده. السكر بيخليها جميلة وبيخلي الأنسجة، المحلول عموما ده بيخلي الأنسجة بتاعت البطاية كده لما تيجي تسويها ما تاخدش وقت كتير في السوى. وكمان بيدي طعم جميل جدا جدا وبيشد الزفارة منها. زودت المية بقى هنا كده، وسبتها في المحلول ده ليلة كاملة من بالليل لحد الصبح. بعد بقى ما خلاص زودت المية، بدوب السكر كده والملح. لازم المحلول ده عشان يشد منها اي زفارة. وديناها الملاهي كده قبل ما نطبخها. وبعد ليلة كاملة بقى في التلاجة، طلعتها وصفتها من المية خالص اللي فيها. وبعد كده بجهز بقى التتبيلة بتاعتها، بصلاية وطماطماية وفلفلاية، واضربيهم في الكبة كده، وزودي عليهم بقى التوابل بتاعتك. كان ممكن ملح وفلفل بس انا حطيت ملح وفلفل وكاري وبابريكا. وحطيت منديل كده في قلب البطاية عشان لو في اي مية يعني يسحبها. اهو ملح وفلفل وكاري وبابريكا. عايزة تزودي حاجة زوديها، عايزة تكتفي بالملح والفلفل براحتك، هيبقى جميل جدا طبعا على التتبيلة. قلبت التتبيلة بقى كده كويس، وهعمل بقى يعني زي مساج كده للبطاية، تتبليها بقى بيها كويس كده. انا بسحب بقية المية اللي من التتبيل اللي من محلول النقع. وتبلت البطاية بقى من بره ومن جوه كده. وكنت نسيت خطوة هتشوفيها دلوقتي، اللي هي اعمل لها شرايح كده في الصدر، في الجلد بس مش في اللحم. في الجلد بس، يا دوبك تفتحي الجلد كده بالسكينة عشان التتبيلة يعني تتغلغل جوه الأنسجة بتاعة البطاية. انا بشيل الضوافر بتاع الجناح بصراحة اللي بتبقى طالعة دي، ممكن تسيبيها تحطيها وراها كده عشان تكتفيها من ورا كده يبقى الشكل يعني حلو. بس انا بشيل الضوافر، بحس ان هي بصراحة بتعمل لي زفارة. ما بحبش شكلها، المهم ان انا بشيلها ما بحبهاش. عملت بقى الفتحات دي في الجلد بس كده. وتبلت البطاية وقعدتها كمان زي حوالي 5 ساعات ولا حاجة. انا تبلتها كده من الصبح بدري لحد قبل الفطار ب4 ساعات ولا حاجة. طلعتها بقى عشان ابدأ فيها في السوا. جهزت بقى هنا كده بصلاية، قطعتها كده شرايح. بصلاية كبيرة او بصلتين وسط. اكتفي ببصلاية بصراحة، لان هي قلب البطاية مش هياخد كتير من الخضار، خصوصا ان انت هتحطي كذا حاجة. وعملت هنا برضو جزر، برضو قطعته شرايح كده. وطماطماية حلوة كده قطعتها برضو مكعبات صغيرة. وجبت برتقانية برضو كده قطعتها، انا اخدت نصها بس وقطعته مكعبات كده، والنص التاني ده هقفل بيه البطة، هتشوفيه دلوقتي. تبلت بقى التتبيلة دي بملح
وفلفل وكاري برضو ورقتين 3 لوري كده، وافتحي بقى في صوص حبهان او لو عندك حبهان بودر حطي منه زي مثلا نص معلقة كده ولا حاجة، وعملتهم مع بعض عجتهم مع بعض كده عشان يشربوا من بعض، واتكي شوية يعني في العملية دي، يعني في اللقطة دي عشان البرتقان ينزل العصارة بتاعته شوية. وبعد كده شلت التتبيلة بقى اللي على البطة اللي بقالها 5 ساعات، شلتها كده عشان لما انزل اشوحها ما تتحرقش وتغمق لي الدنيا بدري بدري. هشيل بقى البطة كده من جوه من الخضار ده، وبعد كده بقيت البرتقانايه قفلت بيها البطايه كده، ممكن طماطمايه عادي، بس انا حطيت البرتقانايه لقيت لسه عايزه ان هي تحط فيها خضار، فكملت ان انا احط الخضار والميه اللي نزلت من البرتقان كده، وحطيت بقى نص البرتقانايه اللي معايا، وهقفلها بستكس كده عشان لما تيجي تحطيها في الميه السخنه اللي هي الشوربه دي ما تنزلش الخضار اللي جواها. الميه هنا بقى انا سبتها كده هتبدأ في الغليان، وضفت فيها بصلتين كده مقطعين مكعبات وطماطمايه وجزر وورق لوري وحبهان، وبعد كده سبتها تغلي بقى مع الخضار كده حبة صغيرين، وجبت صينية هنا حطيت فيها حبة زيت ومعلقة سمنة بلدي، وضفت ورقتين لوري كده وحبهانية او 2 على حسب حجم الحبهان، لو كبيرة انا بحط واحدة بس لان بتبقى فواحة جدا، لو حبهان صغير بحط 2 ولا حاجة. وحطيت البطة بقى تتشوح كده، بشيل كده التتبيلة اللي على الظهر برضو عشان لما اقلبها على ظهرها التتبيلة دي ما تتحرقش. اهو شوحتها كده من فوق من ناحية الصدر يعني، وقلبتها بقى على ظهرها تاخد تشويحة، طبعا البطاية تقيلة معايا. وبعد كده جبت بقى الحلة تاني هنا مكان البطاية، مكان الصينية اللي كنت بشوح فيها، وحطيت البطاية بعد ما اتشوحت في قلب الشوربة كده، وقعدت على النار تقريبا يعني 3 ساعات الا ربع، وطلعتها كده من الشوربة. وجهزت بقى في الوقت ده كنت مولعة الشواية، جهزت بقى الدهان اللي انا هحطه فوقيها كده، ممكن تدهنيها بصلصة بس، ممكن تدهنيها بسمنة بلدي بس، ممكن تدهنيها بوش اللبن زي الحمام كده. انا عملت بصراحة صلصة على سمنة بلدي، ادت لون جميل ذهبي هتشوفيه دلوقتي في الاخر. وحطيت عليهم كمان معلقة من العسل الابيض، هتدي طعم جميل جدا جدا، يبقى صلصة على سمنة بلدي على عسل ابيض. دهنت كده البطاية من فوق ومن الظهر، وكنت مشغلة الشواية. ده الرز اللي عملته اهو، وحمصت شوية سوداني وشممت الزبيب كده النار، والبطاية حطيتها تحت الشواية طلعت بالمنظر الجميل العسول ده. طبعا حطيتها الاول تاخد لون كده على الصدر، وبعد كده قلبتها عشان تاخد برضو لون من الظهر، وطلعتها كده طبعا مستوية ما شاء الله، لدرجة ان الصدر يعني العظم بتاعه بان اهو. شايفين بقى اللحمة عامل ازاي مع الرز؟ بصراحة طعم جميل، وكنا بناخد بقى من البرتقان كده، كان بقى طعمه جميل جدا جدا. وده الشكل النهائي للبطاية الراعي الرسمي لأول يوم رمضان، بتعمل مع محشي او رز بقى زي ما انت شايفة كده، مع اي خضار، ملوخية او لوبيا او اي حاجة. وممكن كمان بدل ما تحطيها مثلا على النار من فوق، ممكن تبتدي سواها من اولها لاخرها في الفرن، بتحطي ورق زبدة، وكمان بتحطي ورق فويل، وتدخليها بتقعد حوالي 3 ساعات او 3 ساعات وشوية، بتطلع مستوية برضو جميلة جدا. اعذروني بقى على صوتي ان انا عندي برد بصراحة.
وبكده أنا خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة. لو وصلتي لحد هنا وعجبك الفيديو ياريت ما تنسيش الاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شايفين الشكل بقى جميل ازاي؟ كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود علينا الأيام بالخير. وبكده خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.